إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، فيقول الله جل وعلا في كتابه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال سبحانه: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. معاشر المؤمنين والمسلمين، إن مما يزيد الخير والخصب والنماء ويجلي عن الحياة البؤس والشقاء ويميط عن القلوب الغيظ والعمياء هو ترك مذموم الجدال ومذمة المراء. فالجدال والمراء يفرق الجموع ويجعل الصفوف خرقا، يصير القرباء بعداء وينكس الأحباب إلى أعداء. نعم، ينبئ الجدال والمراء عن نية الحنق والبغضاء في رد الحق ولو كان أبلجا وضاء، ولو كان مشعا كالنور والضياء. فسبحان من حرم مذموم الجدال ومذمة المراء وجعل أهلها في النار حمما وأشلاء. إخوة الإيمان، إن من الحوالق والبوائق المنتشرة بيننا سنين وأعواما، ولا أقصد الحوالق التي تحلق الرأس، وإنما تحلق الدين والخلق، منتشرة بيننا سنين وأعواما، وازداد اشتعالها هذه الأيام هو الجدال والمراء، وهما مظنة الضغائن والأحقاد وقسوة القلوب وتنافرها وحضور الشياطين. فإن الشيطان أيس أن يعبده المسلمون فعمد إلى التحريش بينهم ليتخاصموا فيما بينهم، وكيف لا يكونوا كذلك. والجدال هو قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل. وأما المراء فهو طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير صاحبه وتشويه سمعته. وما رؤي الجدال والمراء في قوم أو جماعة إلا كان عنوان ضلالهم وفسادهم وانحرافهم وانحلالهم. وكيف لا يكون الانتصار للنفس وغمط الحق عنوان الضلال؟ وقد روى أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل
ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وأغلب من يحاجج هذه الأيام سواء في الدين أو الدنيا بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وما من مجادل في الحياة إلا وتجده قليل التعبد لله جل وعلا، يأتي الطاعات حينا وفي أغلب الأحيان مهدرة. لما؟ لأنه صار وسيلة للشيطان الرجيم وحزبه. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وانظروا إلى الذين يجادلون بالباطل، همهم انتصار أنفسهم وأن يرى الناس انهزام الآخرين. وانظروا إلى حياتنا هذه الأيام، جدال ومراء بين الآباء والأبناء والبنات والأمهات والإخوة والأخوات، مراء وجدال بين الأصحاب والأصدقاء وفي العمل وفي الشارع، وجدل بين السياسيين، وجدال على الفضائيات وعلى مواقع التواصل، كلها جدال ومراء وخصومات وطمس للحقائق وكذب وتزوير وتشويه. ثم إن رجيع هذا كله هو الشحناء والبغضاء والخصومات وقسوة القلوب وفسادها وكثرة القيل والقال وقلة العمل وحرمان الأجر. وأي أجر يذهبه عن نفسه المجادل والمماري، ألا وهو قصر في ربض الجنة. وتأملوا معاشر المسلمين، وقد روى أبو داود في سننه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، أي أنا كافل وضامن ببيت، أي بقصر في ربض الجنة، أي في ضواحي الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فالويل لمن كان من المجادلين والممارين، فالويل له، فإنه يبيت في سخط الله ويصبح في سخط الله ويتقلب في نهاره في سخط الله. أولم تسمعوا أيها المجادلون والممارون ما رواه المنذري في الترغيب والترهيب، وأبو داود في سننه، وأحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جادل في خصومة بغير علم. وتأملوا معاشر المسلمين وانظروا إلى المجادلين من الشباب والشياب، كلهم بغير علم إلا من رحم الله، حسدا وكبرا ونفورا عن الهدى وسواء السبيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. والمراء والجدال معاشر المسلمين شامل لكل مناحي الحياة في الأقوال والأعمال، سواء في الدين أو الدنيا الفانية، ويعظم خطره ويجسم ضرره إذا كان في الشرع والدين. لما؟ لأنه باب لضياع السنن وانتشار البدع وانطماس أصول السلف، فإن هذا مؤذن بفسوق صاحبه بل وبكفره وخروجه عن دين الإسلام العظيم. وعليه ما جاء من تحذير من قول البشير النذير صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. فهذا هو الجدال والمراء الذي تميل إليه النفوس القذرة
وتهواه القلوب الفاجرة، بل إن قطعانا من الناس قد أوتوا سلاطة في اللسان ووجوها سافرة على ما هم عليه من الخصام والجدال، فالكلام عندهم شهوة غالبة، حتى ولو خاصموا على شيء طار بين ناظريهم وأعينهم لقالوا إنما هو عنز، والله المستعان. من أجل هذا البغي والظلم والعدوان كان المجادل والمماري من أبغض الخلق إلى الله جل وعلا. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أي شديد الخصومة والمخاصمة. إذن فلا تفن عمرك في الجدال مخاصما، إن الجدال يخل بالأديان، واحذر مجادلة الرجال فإنها تدعو إلى الشحناء والشنآن. فيا أيها القوم المجادلون، فيا أيها القوم المجادلون، ارحموا من في الأرض، واتقوا الله جل وعلا في الضرع، واتقوا الله في الثمار على الأشجار، واتقوا الله في الزرع، لأنكم أنتم أيها المجادلون والممارون عن جهل سبب ذهاب بركات السماء والأرض. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي العشر من رمضان ليخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين أي تخاصما وتجادلا، كل يريد أن يحق قوله على حساب صاحبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. فانظروا وتأملوا معاشر المسلمين إلى ما يفعله الألد الخصم الوقح من قطع البركات على جموع المسلمين، واجتثاث الخصوبة وإذهاب النعم ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها المسلمون الوجلون الخائفون، تأملوا، فإن المراء والجدال هو من أصول اليهود الملاعين والنصارى الضلال الذين جادلوا وماروا رسل الله جل وعلا، وذلك لتشويه سمعتهم وإبطال الحق الذي معهم. والقرآن كله كاد أن يكون حديثا عن جدال الأمم لأنبيائهم ورسلهم، فقال سبحانه: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لهذا احمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم احمرارا شديدا كأنما أسيل عليه ماء الرمان لما سمع صحابته يتجادلون، فقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ فخرج إليهم فقال: بهذا أمرتم أم بهذا بعدتم؟ وهذا نداء واستفهام إنكار على كل جعذري جوال صخاب بالجدال والمراء. أو بهذا أمرتم أو بهذا بعدتم؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا. فيا أيها المتشبهون باليهود والنصارى، فيا أيها المتشبهون باليهود والنصارى، أفيقوا واتركوا خزي الجدال وتنحوا عن مغبة المراء، واستمعوا إلى نصيحة ابن عباس رضي الله عنهما:
ناصحا وواعظا لمن ما زال في الجدال ظالما وباغيا، فقال: كفى بك ظلما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا. وإن كل مجادل بالباطل لهو في شك وتردد من دينه، لا يستقر على قول أو رأي. لذلك قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. نعم، ثم يقع في الأهواء وجمع الضلالات. وقد سئل الحكم بن عتيبة الكوفي رحمه الله تعالى فقيل له: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء؟ ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء؟ قال: الخصومات. الخصومات إذن هي قائد الناس إلى الأهواء والضلالات. ونحن نحفظ جميعا معاشر المسلمين قول خطيب الجمعة: وكل ضلالة في النار. فالجدال ضلالة، إذن فصاحبه في النار وبئس القرار. فقد روى الترمذي وابن ماجه في السنن عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله جل وعلا النار وبئس القرار. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك وأنت أكرم من سئل. اللهم وردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم وردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم وأصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم وأصلحنا وأصلح أحوالنا، اللهم وأصلح ولي أمرنا وهيئ له بطانة صالحة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله رب العالمين.